السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة مع سر الطبيعة مع بويسة. النهاردة هنتكلم على زيت طبيعي مهم جدا ويعتبر كنز جدا للجسم، وحتى من السنة النبوية في توصية عليه كتير جدا. زيت حبة البركة اتقال عليه طبعا شفاء من كل داء، لكن السؤال المهم واللي هيصدمك، ليه الناس بتستفيد من الزيت وفي ناس بتتعب من الزيت ده؟ النهارده هقول لك سر خطير جدا وهصدمك. لو عرفته عمرك ما هتستخدم زيت حبة البركة بالطريقة اللي انت بتستعملها حاليا. زيت حبة البركة، الحقيقة اللي محدش بيقولها لك ان الزيت حبة البركة مش مناسب لكل الناس بنفس الطريقة، لا، ومش بيتاخد كده وخلاص. يعني ايه؟ في ناس بتاخده وبتتحسن، في ناس بتاخده ويجيلها صداع، في ناس بتتعب، معدتها بتتعب من الزيت، في ناس بتحس بخمول شديد. الغلط مش في الزيت، الغلط في طريقة الاستخدام. 3 أخطر حاجات بتعملهم في الزيت ده: إن أنت بتستخدمه يوميا بدون توقف، إن أنت بتستخدمه بجرعات كبيرة، إن أنت بتستخدمه على معدة ممكن المعدة عندك تكون تعبانة أو مرهقة أو فيها التهابات. وزيت قوي زي ده بنتعامل معاه كأنه دواء، يعني مهم جدا إن احنا نحرص جدا واحنا بنستخدم الزيت ده. ده مش مكمل غذائي وبس، لا، ده يعتبر دواء ليه آثار جانبية وليه المنفعة اللي احنا بنستفاد بيها. السر الحقيقي اللي محدش بيقولك عليه: زيت حبة البركة بيحفز جهاز المناعة بقوة جدا، قوي جدا لتحفيز جهاز المناعة. يعني لو جهازك المناعة ضعيف بيفيد. طب لو عندك التهاب نشط في الجسم، في المعدة، في الجسم عموما، بيتعبك جدا. ايوه، بيبقى زيت مضر جدا مش مفيد جدا، ودي الصدمة اللي انا بقول لك عليها. عشان كده في ناس بتقول لك زيت حبة البركة جميل، وناس تقول لك لا، انا خدته وتعبت منه، معدتي وجعتني، جالي خمول، جالي صداع، حسيت بحاجات غريبة. طيب، الطريقة الآمنة اللي أنا جاي بقول لك عليها النهاردة إزاي تستخدمه وإمتى تستخدمه. أول حاجة بنستخدم أقل جرعات فيه. فترة الاستخدام بتاعته مش مستمرة، ده الفترة محدودة وبعد كده بقف عنه. فترات الراحة اللي لو أنا عايز أكرره تاني لازم يبقى في فترة راحة ما بينه أول مرة وبين تاني مرة. مراقبة الجسم، إن أنت تراقب جسمك، لو حسيت بأي تعب لازم توقفه فورا، فورا توقفه. مش تزود الجرعة، ده في ناس بتزود الجرعة، لا، أنا بقول لك وقفه. حسيت بأي تعب، لا، لازم 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 توقف. زيت حبة البركة كنز، بس لازم نستخدمه بعقل. آه زي ما احنا قلنا هو فيه فوائد كتير، بس نستخدمه صح عشان ما يضرناش في حاجات تانية. ما نستخدموش لفترات طويلة، هنكرر تاني، ما نستخدموش لفترات طويلة، ما نستخدموش بجرعات عالية، تمام؟ ما استخدموش وانا عندي شوية التهابات او عندي اي مشكلة في المعدة. الخلاصة، لو انت عايز اكتب لك آه، او نتكلم في حلقة جديدة على حبة البركة، ايه الجرعات الآمنة ليه وازاي استخدمه وبيفيد في ايه، اكتب لي في التعليقات فورا عشان الحلقة الجاية هتبقى على الموضوع ده. او لو انت عايز تتكلم على اي زيت استخدمته ولقيت فيه تعب، اكتب لي نوع الزيت اللي انت استخدمته ايه، عشان في حلقات جاية كتيرة جدا على استخدام الخاطئ للزيوت الطبيعية. ما ننساش نعمل اشتراك لو احنا مش مشتركين، ونعمل لايك للحلقة دي، ونعمل شير عشان توصل لكل الناس اللي بتستخدم زيت حبة البركة غلط. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، ودايما تبقوا بخير بإذن الله، وربنا يبعد عنكم كل سوء. السلام عليكم.